صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو دكتور عمر حسو، اختصاصي بالجراحة العصبية وجراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب المحيطية. اسمحوا لنا رحب بضيفنا الدكتور عمر. يسعد مساك دكتور. الله يسعد مساكم ويبارك فيك إن شاء الله. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا فيكم تتواصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 أو عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بكومنت. رح نجاوب على أسئلتكم مثل ما ذكرنا. 429 101 هو رقمنا الأرضي. اليوم رح نحكي عن موضوع شائع كتير في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة. قد ما تكون التكنولوجيا بتتطور فإلها آثار سلبية على الإنسان. فاليوم رح نحكي عن العضو يعني مهم جدا كتير، هو العمود الرقبي، اللي هو يعني مؤخرا بنعاني منه كتير فئة الموظفين، فئة الشباب اللي عمالهم هي مكتبية. بالبداية أكيد في كتير محاور رح نناقشها. البداية دكتور عمر رح يشرح لنا العضو هذا كتعريف للعمود الفقري. يا ترى شو هو دكتور؟ أول شيء قبل البداية نتشكركم ونتشكر قناة بوير. شكرا لك وكادر العمل هون وعلى رأسهم الأخ عماد، الله يحفظك. شكرا. هلا بالنسبة للعمود الفقري الرقبي والآلام العمود الفقري، هو الشغل الشاغل لمعظم الناس يعني بهالوقت هذا، لأن نحن بنعتبره ضريبة العصر والحياة العصرية والميل للراحة عند الناس يعني. بالنسبة للعمود الفقري الرقبي مكون من 7 فقرات أو رقبية، بيناتها غضاريف، هي أقراص غضروفية بمثابة كوتشوك. العظم قد قاسي تماما. لازم يكون في حماية للفقرات من شان تأهيلها العمود الفقري للحركات الرقبية، سواء الدوران، الاستدارة، الالتفات، النظر للأعلى للأسفل. هاي الحركات كلياتها رب العالمين مهيئ لها أسباب وعوامل ضمن العمود الفقري لحتى تقوم بهالوظيفة هاي. فبالنسبة للآلام اللي بتصير بالعمود الفقري في إلها أسباب كتير، بس معظم الآلام بتكون بسبب العمل الميكانيكي المعيب. أيوة. يعني عموما هو بيكون يعني بسبب المهنة وبسبب الوضعيات المعيبة والإجهاد للعناصر المكونة للعمود الرقبي، الفقرات الديسكات، لأنه هالفقرات هي جواتها في نخاع شوكي، صح، وفي بيناتها كمان أعصاب تعطي القوة والإحساس للأطراف الأربعة، وبتأهل العمود الفقري لحتى يقوم بهالحركات هاي وهالوظائف المعقدة كتير يعني. بالمناسبة النخاع الشوكي ضمن الفقرة يعني فيها ملايين الخلايا العصبية المجهرية يلي بتأنجز هالمهام هاي الموكلة للعمود الفقري، للنخاع الشوكي ضمن العمود الفقري.
ايه العمود الفقري هذا بيشيل الراس. نعم. الراس الدماغ والعناصر المكونة للرأس تقريبا بتوصل لوزن 7 ل 10 كيلو. تمام. من إنسان لإنسان يعني. ايه بيختلف من وضع إنسان لتاني. نعم. فأنت تخيل إنك شايل 7 أو 10 كيلو بإيدينك، قد إيه راح تتعذب فيهم؟ شيء. ايه الفقرات بتضل شايلة هالراس هالثقل هاد وعم تتحرك مع هالحمل هاد. صح. فأكيد لازم يكون في يعني إرشادات كتير لحتى نحافظ على حيوية وصحة العمود الفقري، وفي وضعيات كتير بتسيء لحركة العمود الفقري وبتسبب الآلام اللي حضرتك عم تسأل عنها. تماما. طيب دكتور، لو يعني هلا ضمن سياق حديثك تطرقت شوي للأسباب اللي بتسبب هالآلام هاي وهالآلام اللي هي منتشرة جدا عند فئات، يعني حتى عند الصغار بالعمر، فئة الشباب. يعني لو نحكي عن الأسباب، العوامل المسببة. هلا نحن تعودنا انه بالماضي كانوا الختايرة اللي اعمارهم كبيرة بيروحوا عند الدكاترة وبيراجعوا العيادات من شان آلام العمود الفقري سواء الرقبي او القطني والظهري. نعم. للأسف هلا صار الحياة العصرية وضريبة الحياة العصرية فرضت على الناس انه بنشوف الشباب عم يجوا بآلام نفس الآلام اللي عم يشتكي منها الختايرة. نعم. ايه طبعا هذا بسبب الإهمال والراحة. بالمناسبة يعني الناس عم بيتصوروا الأخوان اللي عم يسمعونا نعم. عم يتخيلوا انه والله اهم شيء ترتاح أيوة. من شان تريح العمود الفقري وترتاح من آلام العمود الفقري سواء آلام القطنية أو الرقبية وهيك يعني. نعم. الحقيقة العكس هو الصحيح يعني. هي اللي ما بيلاقي وقت للرياضة والاهتمام بالصحة بيفتح باب واسع للمرض من شان يفوت على جسمه يعني. إيه؟ كتير. ففي إجراءات احتياطية تنعطى. الراحة التامة والشديدة هي باب للمرض أكثر من الإجهاد. طبعا الإجهاد نفسه يعني خير الأمور الوسط يعني. تماما. في توصيات لازم الواحد يلتزم فيها من شان يحافظ على صحة العمود الفقري. هلا بالنسبة للعمل المكتبي القعدة الغلط، النوم الغلط، الحمل، العمل المهني في له كلياته طرق وأساليب صحية بدك يعني تلتزم فيها لحتى تحافظ على صحتك وعافية العمود الفقري وانت عم بتقوم بشغلك وعملك المهني يعني نحن عم بنقول انه العادات المعيبة بالقعدة بالنومة بحمل اي ثقل صح. هدول اللي بيكون السبب يعني بيعملوا العامل الاساسي لآلام وامراض العمود الفقري. ففي توصيات يعني بالنسبة للقعدة مثلا العمل المكتبي بيفترض انه الواحد يقعد بزاوية قائمة بين الفخذين والعمود الفقري، يحافظ على استقامة العمود الفقري بحيث انه ما يصير فيه انحناء. نعم. فاخوتنا الطلاب الله يوفقهم يعني والامتحانات صارت على الابواب يعني. هلا اي واحد بده يدرس القاعدة الأساسية إنه إذا بدك تقعد على كرسي وعلى مكتب فمفروض إنك ما تطول. حتى الإنسان اللي بكامل صحته وعافيته تماما. لازم ما يضل بشكل متواصل قاعد أكثر من 3/4 الساعة. أيوة. بعد 3/4 الساعة لازم يوقف يمشي يعمل حركات من شان تليين العمود الفقري وإعطاء مرونة للفقرات يعني ولو دقيقتين يعني. نعم. نفس الشيء الشوفيرية السيارات السواقين يعني إذا عندهم رحلات طويلة مفروض يستغلوا أي فرصة لحتى ينزلوا من السيارة يعملوا شوية حركات. إيه ولو دقيقتين يعني. 5 دقائق ويرجعوا يكملوا رحلتهم بخير إن شاء الله. هلأ صفى أنه القاعدة حكينا عنها. بالنسبة للنوم كمان المخدة الواطية والعالية القاسية هدول كلهم بيعملوا مشاكل
العمود الفقري، سواء الفقرات الأقراص الغضروفية اللي بيناتها أو الهيكل العضلي والأربطة والأوتار. تماما. فمفروض دائما المخدة تكون بسماكة ارتفاع الكتف عن الإذن، يعني تكون وسط، بحيث أنك تحافظ على استقامة العمود الفقري. تمام. يعني ما يصير في انحناء لا لتحت ولا لفوق. وأكثر وضعية بتأذي العمود الفقري كلياته النومة على الوش. أيوة. غير هيك بالنسبة لحمل الأثقال الستات اللي بيروحوا على السوق منشان يجيبوا أغراض، ويعني مفروض علميا وصحيا الإنسان ما يشيل أكثر من 10 كيلوات يعني. وإذا شال 10 كيلوات مضطرا ما يشيلون بإيد واحدة يعني. متقاسمة بين الإيدين. أيوة، يعني إذا شال كيسين 5 ب5 أريح للظهر كتير، أكثر بكتير من أنه يشيلون اثنيناتهم بإيد واحدة وبكيس واحد. الشغلة الثانية، نحن يعني باعتبار يعني نحن بوضع بلد منكوبة وحرب ومآسي يعني، فالمتطلبات الحياة اليومية صار فيها صعوبة. الشغلة اللي بتأذي أكتر شيء إنك تشيل بدون مي أو أي سائل بدك تشيله، وبدك تطلع فيه على الدرجة تبعده عن جسمك، سواء إذا كان جرة الغاز أو إذا كان قنينة مي والمي عم تتحرك جوا فيها. هذا بيأذي الظهر أذية شديدة. يعني يلي مشان يكونوا عرفانين الناس، يلي بيشيل 20 كيلو وهو طالع على الدرج ويبعده عن جسمه بإيد واحدة، مادة متحركة يعني، كأنه عم بيشيل ثقل وزنه يعني يضربه ب5 100 كيلو تقريبا. يعني أضعاف. إيه. فإذا اضطر هلا أكيد في ناس راح يقولوا طيب يا دكتور تعال أنت بدك تيجي تساعدنا من على الدرج لحتى نطالع القنينة أو نطالع يعني جرة الغاز أو بدون المي. إيه الأحسن بهيك حالات انه الواحد يشيل جرة الغاز اذا كان مضطر، يعني يا حدا يساعده، ما في حدا بده يطلع فيه لحاله مضطر، فيسنده على جسمه، يسند الجرة، يسند جرة الغاز على جسمه يعني. اما اذا بده يطلع ببدلة وقرافة وبعديها بده يروح على شيء عرس او هيك شيء فبده يتأذى. هاي من النصائح الاساسية يلي عم بنقولها. ما بعرف اذا عندك اسئله ثانيه، هذول اللي عم بتذكرهم تقريبا. كثير هاي دكتور، هي اكيد رح نتطرق فيها ونعيدها كمان باخر الحلقه. جدا معلومات مهمه وتوصيات جدا مهمه من طبيب اخصائي اختصاصي بالعمود الفقري والجراحه العصبيه، جدا مهمه. هاي اكيد رح نعيدها باخر الحلقه. دكتور، هلا مريض اللي بيراجعكم بالعياده، مريض الآلام الرقبيه، لأي درجة بيوصل معه لحتى يراجع الطبيب؟ لأي كيف بيكون شكل الألم مثلا؟ هلا نحن مثل ما قلنا من شوي انه الخير الامور الوسط اوسطه. هلا المريض اللي موسوس كثير هذا يعني بيأذي حاله، بيتعذب بحياته بالنسبة لمراجعة الأطباء وهيك. أي شوية وجع صار له ساعتين بيجي ركض على العيادة وإسعاف وهيك. هذا بيتعذب وبيعذب اللي معاه كمان. والمريض اللي بيأهمل حاله كتير كمان هذا ممكن يوصل لمراحل بقى يكون يعني فوت فرصة العلاج على حاله وعلى صحته وعافيته. لا، بالنسبة للآلام الرقبية نحن ممكن نسميها خطوط حمراء، لازم الواحد يحتاط فيها ويراجع الطبيب وما بيهملها. يعني إذا كان في خدران بالأطراف سواء العلوية أو السفلية وضعف، خدران مع ضعف، يعني مثلا مريض بيشيل كاسة المي بيحس حاله ما عم يتحكم فيها مليح، ممكن الكاسة أو أي حمل كان بيشيله بأريحية هلأ عم بيشيله بيلاقي فيه صعوبة، أو ممكن تقع الكاسة من إيده، أو الله يعزك مثلا هو ماشي تنزل الشحاطة من أجره وما يحس فيها. هي يعني مثل كرت أصفر، يعني إنذار، علامات إنذار للمريض أنه راجع الطبيب قبل ما
تتفاقم وتوصل لمرحلة بقى العلاج ما يفيدك يعني. إيه. بالنسبة للأعراض اللي بتصير بالديسك الرقبي بشكل أساسي الآلام الرقبية يلي بتنتشر للطرفين العلويين يعني. طبعا حكينا بالبداية أن النخاع الشوكي ضمن الفقرات، فإذا انضغط النخاع الشوكي أو الأعصاب اللي بين الفقرات بيصير أعراض بالأطراف العلوية وأحيانا السفلية لما يكون في انضغاط نخاع شوكي، فبيصير ألم على مسير العصب، القطاع اللي بيعصبه وبيعطيه القوة، العصب هذا اللي طالع من النخاع الشوكي ونازل بنزول للإيد يعني أو للرجلين للطرفين السفليين. فالآلام اللي بتكون منشأها عصبي وانضغاط نخاع أو عصب بيعطي ألم بالرقبة ينتشر للكتف، بعدين للذراع، للساعد، للإيد. هاي الآلام اللي لازم ما تنهمل. في شغلة لازم ننوه عليها، أنه أحيانا المريض بيكون موجوع كتير وأكتر شيء بينبهه هو الوجع، الألم الشديد، الألم الحارق، الألم ممكن يكون حارق، ممكن يكون ضاغط، ممكن يكون عاصر، بس المريض هو بيوصف المريض بيحس انه ايده عم تورم وهيك يعني. الشغلة المهمة اللي بدي نبه اخواننا المستمعين عليها، انه لما يكون في وجع قوي ينبهوا لحتى يراجع الطبيب. احيانا بيصير رخاوة بالايد او بالاجر والوجع بيروح، هو بيفكر حاله انه طاب. الحقيقة ما هيك. الحقيقة انه لما العصب ينضغط كتير وبيصير رخاوة بالاجر او بالايد، هون انت وصلت لمرحلة اسعافية. فالانسان اللي بيروح وجعه بعد ما كان قوي كتير وبينزل للايد وفجأة راح الوجع وارتخت الايد او الرجل، لازم يراجع طبيب الجراحة العصبية وما بيأهمل حاله. بالنسبة للجهد الميكانيكي، العمل المهني اللي بيعمل أكتر شيء يعني معظم المراجعين لعيادات الجراحة العصبية بسبب آلام الرقبة هي حسب أعمارهم يعني. هلا عمر الشباب عموما بيكون السبب هو عضلي، نتيجة إجهاد، نتيجة مثلا قعدة على الموبايل أو اللابتوب الكمبيوتر فترة طويلة بدون رياضة وإهمال. حتى ضحكني أحد زملائنا الأطباء عم بيقول والله نحن قدام جيل غالبا هو عم يتكهن تكهن يعني تماما، إنه بعد شي 20 سنة إذا ضلينا ماشيين على نفس الوتيرة بدك تلاقي الشباب بأعمار 20 سنة ظهرهم مثل الختيار المقوس، لأنه كله قاعد على الموبايل. في ألعاب كمان غير الكمبيوترات والمراكز يعني في ألعاب يعني على الشاشات والقبضات، هاي كمان إلا تأثير يعني. فالرياضة هي باب للصحة. بالنسبة للرياضة أنا برأيي لازم تكون أهم من الأكل ومن الهوى اللي بيتنسمه البني آدم يعني. أما أنه نتحجج أنه ما عنا وقت مشان الرياضة فهو إجحاف وظلم لصحتك وعافيتك وبيحق نفسك يعني. حلو كتير دكتور. طيب باعتبارنا لو وصلنا لهالنقطة، هذا الأخ آرمين هو قاطن ببرات البلد. طبعا موجه تحية لكل اللي عم يبعثوا سلامات للدكتور. باقة سلامات عم تجيك على البث المباشر دكتور، ومشكورين على الكلام الجميل، و طبعا كلها مدح لكم دكتور. الأخ آرمين عم يعني يحكي كشركة تأمين صحي بأوروبا، أنه عفوا دكتور، هناك في أوروبا شركات التأمين الصحي تدفع اشتراك مرضى العمود الفقري والظهر في النوادي الرياضية. هل التمارين ضرورية لهذه الدرجة برأيك؟ ما بعرف إذا كان سؤال واضح يعني. هلا بالنسبة نحن عم نحكي الرياضة هي يعني مفروض تصير أهم من أنا عم ببالغ فيها شوي، بقول إنه الرياضة لازم تكون عنصر أساسي بالحياة لدرجة إنه تكون بنفس أهمية الأكل والشرب والهواء الأكسجين تبعك يعني. نعم.
يعني إذا الناس التزموا برياضة مشي يومية نص ساعة راح تلاقي نص العيادات تسكر يعني. تماما. يعني ولكل الأمراض مو بس العمود الفقري ترى تماما. يعني الرياضة ورياضة المشي خاصة هي وقاية لأمراض القلب، الدوران، المعدة، الكولون، هذا عدا العمود الفقري يعني. تماما. شركات التأمين والرياضة طبعا الرياضة المدروسة ما أنه والله بدك نحن عم نحكي عن كل عمر له يعني رياضات مناسبة بتناسب العمر. إيه. فذكرنا الأخ آرمين كتر الله خيره أنه أحيانا وأنا كتير عم لاقي مراجعات عندي بالعيادة بيجوا بيشتكوا كتير من آلام العمود الفقري والمفاصل خاصة الركبتين بعد ما يسمعوا هالحكي هذا انه والله بدنا نقرر بكره نروح على النادي. وما بعرف انا اللي استغربت منه اول رياضه بتخطر على بال النسوان انه ينطوا على الحبله يعني. فبيجوا بمشاكل بالعمود الفقري والركب. هلا الحقيقه بالنسبه للرياضه لازم تكون مدروسه، ما كل واحد لقى حاله شي يوم فاضي راح مشي ساعه هذا بيتاذى. اكيد. ايه الرياضة المدروسة بشكل تدريجي وبشكل يناسب الوزن. تمام. والعمر والجنس أيضا حتى ربما دكتور. أكيد طبعا. رياضات للإناث ما بجوز مثلا رفع الأثقال ومثلا يعني. بالضبط. فأنت لحتى تساوي مثلا رياضة الحبلة والنط والقفز فوق الحبلة هاي لازم تكون لأعمار صغيرة. تماما. لازم يكون في عضلات قوية، لازم يكون في وزن خفيف. حلو. فالست اللي عندها وزن ثقيل خليها أول شيء تفلح بالمشي بعدين تجرب حالها. أيوة بالضبط. إيه فالرياضة كمان لازم تكون مدروسة. ونحن بنعاني كمان من إنه النوادي ما فيها هديك الثقافة الرياضية. المدرب ما بيعرف مثلا يستشير مثلا عن طريق دكتور انه مثلا في متدربات مثلا بيجوا او متدربين بيجوا عندهم ديسكات شو الرياضات اللي تناسبهم، شو الرياضات اللي ممكن يتأذوا من وراها. وعموما في شغلة كمان بالإحصائيات السباحة. أيوة. المدن اللي فيها مسابح او اللي على السواحل على البحار واهلها عم يسبحوا المشاكل العمود الفقري بتكون عندهم قليلة كتير يعني. قليلة. تماما. إذا بنفهم منه هذه رياضة السباحة هي لها آثار إيجابية على العمود الفقري. أكثر رياضة بتفيد العمود الفقري السباحة. ثاني شيء للأسف نحن منطقتنا ما فيه والمشي كمان دكتور. دكتور باعتبارنا وصلنا لموضوع الوسائل التشخيصية والدكتور ينال مشكور وبنبعث له سلامات أيضا. هو عم يشاهدنا فهو بعت سؤال دكتور: تحياتي للدكتور عمر والأستاذ عماد، وحابب أسأل ما استطبابات تصوير الرنين المغناطيسي للعمود الفقري الرقبي؟ مشكور على السؤال دكتور. بارك الله فيكم دكتور ينال والله يعطيك الصحة والعافية وبيشرفنا أنه يتصل. أكيد. شكرا له. بالنسبة للرنين المغناطيسي طبعا في وسائل تشخيص كتير وأدق وسيلة لتشخيص الأنسجة الرخوة. نعم. يعني إذا بدك تشوف النخاع الشوكي، إذا بدك تشوف الديسك فبدك تطلب الرنين المغناطيسي. ممكن يعني الدكتور ينال يعني قلبه على المرضانين. أكيد. وعم بيقول انه والله كتر طلب الرنين المغناطيسي للمرضانين يعني فيه ظلم شوي للمريض يعني، وخاصة الوضع المادي. تماما. وحالة المريض بتكون يعني شوي رقيقة والتصوير مكلف يعني. نعم. الحقيقة الرنين بينطلب لما يكون في آلام مزمنة، اشتباه سريري قوي بانضغاط نخاع أو انضغاط عصب أو آفة التهابية على مستوى النخاع أو الأعصاب. المهم بيطلبها الطبيب إذا شاف أنه في ضرورة صحية قصوى، والرنين ما بينطلب بشكل روتيني يعني. تماما. في شغلة لازم أقولها أنه نحن أحيانا نطلب الرنين بناء على رغبة المريض.
أيوة. مو كاستطباب طبي. والحقيقة أنا مع طلب الرنين للمريض اللي هو حاسس إنه كل مشاكل الدنيا راح تنحل بهالرنين هذا يعني. خليه يكحل عيونه بشوفة الرنين تبعه أكيد. لحتى يرتاح نفسيا، والراحة النفسية هاي ممكن يعني تكون فاتحة خير بالنسبة لعلاجه يعني. أنا اللي بفهمه هاي معاناة معنات عندكم دكتور. والله نحن أحيانا بنهلك، والدكتور ينال كمان أكيد زميل طبيب. بنهلك مع المريض نقول له يا أخي الله يرضى عليك، والله العظيم ما بيلزمك رنين، هو مصر بده يساوي رنين لحتى والله يطمن على حاله، ما فيك تقنعه يعني. هي ثقافة شعب يعني. تماما. عبر منبر بويار وعبر برنامجنا صحتك بالدنيا كمان نحن بنخاطب دائما جمهورنا العزيز ومستمعينا الأعزاء أنه الطبيب الإجراء اللي أكيد ما رح يكون له ضرورة، أكيد هو ما رح يطلب هالإجراء، ومثل ما ذكر الدكتور عمر هو إجراء مكلف أو مكلف. فالإجراءات أو إذا كانت الحالة تستدعي أكيد في يعني بنلاقي أحيانا في مرضى ما عندهم والإجراء بيكون داعي له. فهون المشكلة. فدائما نحن بنقيد، بنوصيكم أنه تتقيدوا بتعليمات الطبيب، إجراءات اللي بيستفيدوا منها للتشخيص يعني. شكرا لك دكتور ينال على السؤال اللي كان فعلا جدا مهم. مركز آلان للتجهيزات الطبية أيضا كثير من الناس عم يراسلونا وكلهم سلامات للدكتور عمر. دكتور هلأ وصلنا لموضوع العلاج بعد ما إذا ظهر السبب بطل العجب فبيقولوا. العلاج بموضوعنا لليوم اللي هو العمود الفقري الرقبي، ايمت بيكون دوائي وايمت تستدعي انه خلص هذا بحاجه لاجراء عمل جراحي؟ قبل ما نفوت بهالموضوع هذا حابب اني اقول شغله. نحن حكينا انه والله الخدر والتقر والكاسه ممكن تقع من الايد وممكن يكون في كارثه وراء هالعرض هذا. الحقيقه مو دائما هيك، خاصه عند النسوان يعني وربات البيوت يعني. هدول بيصير عندهم احيانا انضغاط بالعصب الناصف يلي بمستوى الرسغ يعني. بنشوفه عند النسوان كتير نتيجة العمل الدقيق المنزلي بالطبخ والجلي وكذا. ايوه بالضبط. فهي بيكون يعني شغلة بسيطة، انضغاط على مستوى الرسغ بعصب محيطي، عصب ناصف ما بيكون له علاقة بالنخاع الشوكي. فنحن لما بنقول انه ممكن يكون في مشكلة من وراء الضعف بالايد يعني مو معناته المرضانين يخافوا يقول والله هي نهايتي يعني، لا. نحن عم بنقول لما بيصير في رخاوة بالايد او بالاجر هذا بيكون داعي مهم جدا لمراجعة الطبيب. هو وقتها بيقرر اذا كان في شيء ضروري ولا بتكون مشكلة عابرة يعني. وبتحل تخطيط الأعصاب ورفع الضغط عن العصب بشكل بسيط يعني. تمام. إجراء عمل جراحي بسيط يعني هو 3-4 قطب على مستوى الرسغ يعني من شان رفع الضغط عن العصب اللي بيكون فيه يعني ضغط عليه تسمك وهيك وبتكون نتائجه يعني ممتازة. هلا بالنسبة للعمل الجراحي جراحة العمود الفقري الرقبي يعني عادة بالدسك القطني نحن يدوب من كل 100 مريض لحتى 10 منهم يحتاجوا يعني 100 مريض معاه ديسك وعم بيعاني. 10% بس هدول اللي بيكونوا مرشحين للجراحة يعني. معناته 90% من المرضانين إذا التزموا بالتوصيات الطبية راح يتعافوا إن شاء الله بدون عمل جراحي. أكيد. هلا في هون شغله كمان بالنسبه لموضوع الراحه والطب الشعبي او الطب العربي. انا بدي انصح من خلال منبركم استاذ مهد الله يحفظك نترك المايك لك وعلى راحتك. الله يبارك فيك. الحقيقه يعني الطب العربي نحن حابين انه نقطع بابه كليا من العلاجات الطبية يعني. بس هذا شيء مستحيل لأنه الناس هيك تعودوا. الطب العربي له مجاله بالمجتمعات النامية عموما يعني. حتى بأوروبا بتلاقي أنه والله طبعا على مبدأ أنه الغريق بيتكمش بقشة يعني. بس اثنين بمجلس يقولوا لك أنه والله أنا كان عندي نفس وجعك وطبط على إيد الطبيب العربي الفلاني، ما بتلاقي غير تاني يوم التمت الناس على بابه يعني.
هلا نحن ما في مشكلة بالنسبة للطبيب العربي إذا حط خلطات ولبخات وطبخات على ظهر المريض على رقبته وشو ما حط، ما في مشكلة. بس الكارثة وين؟ لما بتلاقي طبيب عربي بيقول له للمريض انه الدكاترة قالوا لك انه والله انت بدك تضل متسطح على فرشة رقيقة وهذا يبس اعصابك ونشف عروقك، ومن هالحكي هاد بيصير بيطعجلوا رجلينه لا حتى الركب توصل للبطن. انا شخصيا شفت يمكن اللي بتذكرهم هلا 3-4 حالات مشلولين من وراء هالحركة هاي. فبتمنى انه الناس اذا راحوا عن طبيب عربي يا اخي ما عليه شيء، بتحطوا طبخات لبخات ما عليه شيء، بس لا يساوي لكم حركات هو جاهل فيها يعني. صح. ايه، اما انه يطوي الرجلين والله يعمل له سحبة من رقبته او يعلقوا من على السقف بشي شغلة واثنين يسحبوه. وصارت حالة اجت لعندي على العيادة وحدة مكسورة رقبتها، فقرة رقبية مكسورة من وراء يوتيوب. واحد قرايبها المهم من اوروبا بعت لها صورة او فيديو يوتيوب. نعم. عم بيقول انه والله تعلقي هيك واثنين من جيرانها عم يجوا وبيسحبوها بحبلة ومن هالحكي هذا. بعدين وقعت بين ايديهم واجا راسها على الارض وانكسرت رقبتها والله تلطف فيها يعني. فنحن عم بنوجه نداء للناس انه الطبيب العربي المسكين ما له علم بالفقرات صح. وبالتشريح وبهالشغلات هي. الشغله الثانيه كمان انه الشباب اولادنا لما بالصيف بيروحوا على المسابح وبيحبوا يتباهوا بالغطس من محل عالي، والمسبح ما بيكون مؤهل يعني هذا نداء لأصحاب المسابح انه ما لازم يكون في يعني لوح خشب او مكان عالي ينط الناس منه لحتى يجوا على مسبح ما نوع عميق يعني. صح. ايه، وبالتالي نحن عم الصدمة بنشوف يعني. حالات كتير كتير اجانا وبيجينا ولحد هلا وراح يجينا بالمستقبل النظرا التخلف اللي موجود بهالناحية هي يعني. صح. الجهل بأنه والله إذا الإنسان نط من مكان عالي لمسبح مانو عميق فممكن يجي راسه بقاع المسبح وتنكسر رقبته. وانا شفت مشلولين كتير شباب يعني ايه بريعان الشباب مثل ما بيقولوا يعني، ومشلولين شلل رباعي نتيجة كسور فقرات رقبية بسبب القفز من مكان عالي لمسبح مانو عميق يعني. صح. ايه، مانو مدروس يعني مثل ما بيقولوا. لا ما بيكون إيه، لا اللي بيقفز دارس الشغله هو بيكون شاب ما عم يتباهى بعضلاته وهيك يعني. غير واعي يعني تماما. دكتور، العلاج قبل ما تتطرق لموضوع العلاج الدوائي عفوا الجراحي، العلاج الدوائي بحالات هلا العلاجات الدوائية نحن بالفترة الأخيرة صرنا عم نسمع كتير أنه والله المراجع بيجينا وبيقول دكتور ما بدي مسكنات. يعني البروتوكولات العلاجية بعلاج الديسك القطني أو الرقبي هي مدروسة من قبل عالم عاملين إحصائيات وخبراء ومراكز وأبحاث يعني. إيه، فإنه والله هذا مسكن، التدبير العلاجي لهالمرض هذا هو، هذا البروتوكول العلاجي يعني. فنتمنى أنه المريض ما يعند مع العلاج اللي بده ياخده يعني. هلا بالنسبة لموضوع العلاج المحافظ الدوائي والمشد القطني للظهر بالديسك القطني والطوق الرقبي بالنسبة للديسك الرقبي، الحقيقة يعني الدراسات الحديثة بتقول الالتزام بالمشد القطني ولفترات طويلة ممكن يعمل ضمور بالعضلات الداعمة للفقرات. صح. فبيزيد الضغط على القرص الغضروفي وبالتالي ممكن يكون هو سبب بأنه هالديسك هاد يكبر. طبعا وضع المشد القطني كمان لازم يكون مدروس، مو على طول والله ارتاح فيه المريض بيضل حاطته 24 ساعة وينام فيه وهيك. هذا الحكي ما بينفع. اما المشد له استطبابات معينة. صح. ايه، نحن ما احنا يعني ما لازم يكون المريض ضد المشد بالمطلق ولا يحطه بشكل اعتباطي يعني. هذا كله لازم يكون بناء على توصيات الطبيب المعالج تبعه. والطوق الرقبي كمان نفس الشيء،
لما تحط الطوق الرقبي فأنت بتشيل حمل الرأس عن العضلات، وبالتالي العضلات هي بتضمر شوي، فلازم يكون كمان مدروس بأوقات مدروسة مناسبة صح. لحتى يعني يتعالج ويكون الطوق الرقبي هو يعني وسيلة علاج مو وسيلة لتفاقم المرض. تماما يعني. أكيد. الدكتور عمر محبوب كتير من الوسط الطبي أكثر، طبعا الدكتور فرياد والدكتور رفعت حاجي بعدين سلامات أيضا، مشكورين جدا على السلامات يعني الترحيب اللي عم ترحبوه بضيفنا. شكرا لكم كتير. طبعا وصلنا لآخر محور للقائنا دكتور، اللي هو نحن دائما بزبدة حوارنا ونقاشنا نوصل لموضوع النصائح الوقائية وللفئات العمرية جميعا، للي عم يعانوا من آلام العمود الفقري الرقبي أو اللي عندهم أي مشاكل. من ضمن التوصيات اللي وصاها الدكتور ضمن سياق حديثه أيضا رح نختم لقائنا مع الدكتور عمر بمجموعة من التوصيات والنصائح الوقائية للأصحاء وللمرضى. للي ما عندهم شيء يعني. انت ما خليتنا نحكي كل شيء، ما ضل في توصيات اجوا كلياتهم هيك. بنعيدها دكتور. الله يبارك فيك. شكرا دكتور. هلا بالنسبه لطقطقه الرقبه، يعني في عاده عندنا دارجه كتير وشعبيه انه والله الواحد بيرتاح اذا طقطق رقبته. يعني الحقيقه طقطقه الرقبه هي يعني اجهاد أو إعطاء حركة بمدى غير مسموح للمفاصل والوجيهات المفصلية بين الفقرات. إيه، فلما بتكون عادة عند الإنسان ممكن يعمل نشفان وتنكس بالمفاصل وممكن يأذي مستقبلا يعني. فالحركة الرياضية للرقبة هي حركات ضمن مدى الحركة المسموح للمفصل. أما أنك تجبر المفصل الوجيهات المفصلية اللي بين الفقرات انه تعمل حركة فوق طاقتها او بمدى بسرعة، ايوه الحركة التدريجية تماما هي الاهم. يعني ايه، هاي شغلة من شان اللي يعني بيعملوا هالطقطقة هاي بشكل روتيني ويومي وبيرتاحوا فعلا بيرتاحوا عليها. ايه، بس هي مع الوقت ومع الزمن لها اضرار. ايه، أنا يعني نصيحتي لكل الناس إنه يعني يكون في بين يعني الصور الموبايل تبعهم صور إلهم وهن عم يعملوا رياضة أكثر من الصور اللي هن قاعدين على مناسف وعم يأكلوا. حلو كتير. الله يبارك فيك. تشجيع هذا. لأنه بيذكرني كلام لفيلسوف عم بيقول إنه الحقيقة في ناس كتير بتموت بالعالم بسبب الجوع. نعم. بس للأسف يلي بيموتوا أكتر منهم بكتير هن اللي بيموتوا بسبب التخمة والأكل الزايد. صح. ايه، فطريق المرور إلى الصحة والعافية رياضة المشي. أيوة. إراحة المعدة. أيوة. أيضا اللي هي مكان الداء والدواء يعني. فالمعدة يعني هي مثل ما بيقولوا الحمية هي أصل كل علاج يعني. نعم. المعدة بيت الداء والحمية أصل كل دواء. كل دواء. حلو كتير. شكرا لكم دكتور عمر حسو، اختصاصي بالجراحة العصبية، جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب المحيطية، على الحضور الجميل واللقاء الجميل والمعلومات القيمة. الله يبارك فيكم والله يعطيكم الصحة والعافية. آمين يا رب. صحتكم بالدنيا. شكرا لك دكتور. ونتشكركم القناة بوير وفريق العمل هون. الله يعطيكم العافية جميعا، والله يعطي الصحة والعافية اللي هي أهم شيء بالدنيا. آمين يا رب إن شاء الله. لكل الجمهور والمستمعين والشباب اللي اتصلوا، يعطيكم العافية. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. بشكر زملائي بالكنترول مروان وشيرين. ضلوا بخير وسلامة.
صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.